فيديو جديد بسلسلة جديدة. لحظة إدراك كم السلاسل اللي أنا دبست نفسي فيها، ولكن كل يهون لأجل عيونكم عادي جدا. فخلينا نرجع لحلقتنا النهاردة بقى. طبعا عرفتوا من عنوان الفيديو هنتكلم عن ايه النهاردة، وباين عليا مش كده؟ والله أنا كان هين عليا ألبس لكم طرحة جينز كمان، ولكن ما ليه لسه لحد دلوقتي ما اخترعولناش طرحة جينز. المهم انا لسه محتاره في اسم السلسله دي اسميها ايه، عايزه اسم كرييتيف كده، فاقترحوا عليا في الكومنت نسمي السلسله دي ايه، واكتر كومنت هيكون عليه لايكات كتير هنسمي السلسله دي بيها. طيب للي لسه مش فاهم بقى، انا بدات معاكم على اليوتيوب هنا كذا سلسله الفتره اللي فاتت. تقريبا عملنا سلسله عن الفيمينين انرجي، وسلسله عن الكلينجر، وسلسله عن العلاقات الصحيه، وسلسله لا مش فاكرة الباقي، بس هسيبهم ليكم في الديسكريبشن تحت. فالسلسلة دي بقى هنتكلم فيها سوا عن كل ما يخص اللبس، وبما اننا خلاص فصل الصيف بدأ للأسف، فخلينا نبدأ بترند السنة دي او بالموضة الأكثر انتشارا ل2025، ألا وهي الجينز. ومعلومة بقى ان الجينز ظهر لأول مرة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات تقريبا، ومن القطع اللي اتصممت من قماش الجينز وقتها هي البناطيل الجينز. يعني تقريبا ما كانش ظاهر وقتها لا جواكت جينز ولا أي قطعة تانية من الجينز. وكان بنطلون الجينز وقتها ليه ستايل معين كده، يعني كان وسطه طويل والرجل واسعة كده، تقريبا شبه البناطيل الشارلستون. هو ده الستايل السائد عموما في الفترة دي. واحدة واحدة بقى بدأت تظهر البدل الجينز اللي هي عبارة عن بنطلون وجاكيت جينز والسالوبتات وغيرها، وجت عليها فترة اختفت الموضة دي تماما. جه عليها فترة الجينز بقى موضة قديمة والناس ما بقتش تلبسه خالص، إلا أنه من فترة قريبة جدا واحدة واحدة بدأ يظهر تاني، ولكن بشكل مختلف تماما عن اللي كنا نعرفه عن القطع الجينز. يعني عادي كنا بنلبس بناطيل جينز، ولكن ما كانتش هي الموضة وقتها. الفترة دي بقى رجع يظهر بشكل مختلف وبقطعة مختلفة وتصميمات مميزة جدا، وخصوصا بقى السنة دي الجينز رجع بقوة بأشكال وألوان وستايلات مختلفة بتناسب كل الأذواق تقريبا. يعني نقدر نقول أن الجينز رجع يواكب العصر، وما بقاش مقتصر على قطعة واحدة أو اتنين اللي هو البنطلون أو الجاكيت، لا ده تقريبا دخل في كل القطع أساسية أو غير أساسية. فبما أننا بنتكلم عن موضة السنة دي بقى، فتعالوا نشوف ايه القطع الجديدة اللي ظهرت او ايه الستايلات الجديدة اللي ظهرت من ترند الجينز. وطبعا مش هينفع نبقى بنتكلم عن الجينز وما نتكلمش عن البناطيل، فالبناطيل معانا، ولكن زي ما قلت راجعة بأشكال وستايلات وقصات جديدة ومميزة. وتقريبا خلاص البناطيل الجينز ما بقتش للمشاوير اليومية العادية، لا بقى دلوقتي ينفع ان هو يدخل في اوتفيت فيبقى كاجوال او يبقى فورمال او يبقى كلاسيك حتى. يعني بصوا مثلا الاوتفيت ده اوتفيت كاجوال، بس بصوا الحلاوة على قد ما هو حاجة عملية جدا، الا ان التنسيق وفن اختيار القطع المميزة بينقل الاوتفيت في حتة تانية خالص. يعني شميز ابيض عادي جدا انه ليه قصة مميزة، شوز وشنطة حلوين، بينقل الاوتفيت لحتة تانية خالص. وكذلك التو اوتفيت دول. تاني حاجة مثلا الفورمال، ما بقاش يتقال دلوقتي انا عندي ميتنج او انا ورايا انترفيو فمش هينفع البس جينز. بالعكس، وانا بالنسبة لي من احلى واقيم الستايلات اللي ممكن اي بنوتة تلبسها في سوق العمل هو اللبس الفورمال. يعني لو دخلنا مع بليزر فورمال زي ده، قطعة جينز زي البنطلون مثلا، بصوا تنقل الاوتفيت في حتة تانية ازاي، خطيرة. انتوا بقى لو سألتوني وقلتولي تلبسي ايه طول عمرك، هقول لكم الستايل الفورمال ده يجنن. وعلى فكرة الفورمال مش مقتصر بس على البناطيل، لا يعني ممكن كان من كام سنة نقول الفورمال يعني بناطيل وبليزر، ولكن دلوقتي لا، بالعكس لو بنوتة حابة تلبس فورمال وهي مش بتلبس بناطيل ممكن تلبس سكيرت زي كده. طعامة ولذاذة وأناقة وشياكة ما حصلتش. طيب ده كده بالنسبة للفورمال. بالنسبة للكلاسيك بقى،
يعني انا مثلا عندي حفله او عندي عشاء عمل او مناسبه وتقولي لي البس جينز، اقول لك اه تلبسي جينز عادي، بس تعرفي تنسقي معاه القطع ازاي. يعني لو عندك مناسبه وحابه تلبسي حاجه كلاسي قوي بس في نفس الوقت مش عايزه تلبسي دريس مثلا، ممكن تنسقي اوتفيت بالشكل ده. بصوا الفخامه، بصوا الشياكه اللي جمود. ده كده بالنسبة لقطعة البنطلون. هل الجينز مقتصر حاليا على البنطلونات بس؟ لا طبعا، من ضمن القطع الترندي موت الفترة دي هي السوت، منها الكونفي ومنها الفورمال ومنها الكلاسيك، يعني زي السوت دي كده جينز اهي، القطعتين من قماش الجينز، ولكن بصوا التنسيق خلاها فورمال ازاي او حاجة كلاسي زي كده. ومنها العملي برضو، ممكن كتير جدا منكم ما يفكرش انه يشتري سوت ويقول انها حاجة بتتلبس مرة وتتركن، او عشان القطعتين على بعض فبنزهق منها عشان ما بتتلبس غير مثلا بشكل معين. ولكن لا، انا بشوف انها من اكتر الحاجات اللي نقدر نعمل منها تنسيقات كتيرة جدا، ونقدر نلبسها بكذا ستايل، وممكن ننسقها بكذا شكل تنفع للمشاوير اليومية. ممكن نضيف لها قطعة مميزة فتبقى فورمال، ممكن نوحد ألوانها وندخل معاها هيلز وشنطة فخمين فتبقى حاجة كلاسي فخمة موت. ولكن برضو السوت مش بس بنطلون وبلوزة من فوق أو بنطلون وجاكيت، لأ، ممكن تبقى عبارة عن سكيرت وتوب، سكيرت وجاكيت، لأن اللبس المودست دلوقتي بقى منتشر جدا. هبصوا السوت دي ازاي خطيرة وأنيقة ومودست. وهنا برضو نفس الكلام، ممكن نلبس كل قطعة لوحدها، وممكن من كل قطعة نطلع منها كذا اوتفيت وكذا ستايل، وممكن السوت كاملة نلبسها بكذا ستايل، كاجوال، فورمال، كلاسيك. ومن القطع برضو اللي ظهرت مؤخرا هي الدرسات الجينز المحجبات، ودي من اكتر القطع العملية في الدنيا، تنفع لكل فصول السنة. ناس كتيرة بتفكر ان الجينز للصيف بس او للشتاء بس، لكن بالعكس هو مناسب جدا لأي فصل من فصول السنة. من ضمن القطع برضو الترانش كوت، معروف جدا بشكله الأصلي أو الطبيعي اللي هو ده، منه الطويل ومنه القصير، ولكن انتشر منه السنة اللي فاتت تقريبا في الشتاء دنم كوت، فبقى من الحاجات العملية جدا. خلصنا؟ لا طبعا الكورسيت بقى من الحاجات اللي بتواكب العصر جدا، بعد ما كان قطعة فانتج مو بقى منه دلوقتي الجينز زي كده. ومن الحاجات اللي ممكن كتير منكم يكون أول مرة يسمع عنها أو يستغربها هي الشنط والأحذية، بقت جينز. صيحة غريبة مش كتير هيتقبلها، ولكن في منها قطع فعلا حلوة وفي منها البشع بجد. لكن هوريكم بصراحة اللي أنا كهايدي ممكن ألبس منهم عادي. يعني في الشوزات، السليبرات والهيلزات وكمان البوتس بقت جينز، زي مثلا كده بالنسبة للسليبر حاجة عملية موت بالنسبة لي، وشكله مقبول إلى حد ما، ينفع على اوتفيت عملي وكونفي كده وصيفي قوي. وفي الهيلزات بقى زي كده كذا حاجة عجبتني فيهم بصراحة. يعني بصوا التحفة دي خطيرة، ودي تحفة قوي برضه. والكتكوتة الجيرلي مود دي يا جماعة بجد أشكالهم تجنن، وحقيقي من القطع اللي تدخل أي اوتفيت توديه في حتة تالتة خالص. ومش في الهيلزات بس كمان، لأ ده في البوتس كمان. بصوا الخطارة، بصوا الحلاوة، بصوا الشياكة. دول بقى عاوزين تنسيقات كده وستايلات معينة، اوف بجد اوف. اوعدكم اول ما اشتريها انسقها لكم بستايلات موت نار وشرار. يعني اقمشه كتير وقطع كتير بتطلع موضه وترند، بيتعمل منها كذا ستايلات مختلف، ولكن كل واحد بقى على حسب ذوقه، في منها الحلو وفي منها البشع، كل شخصيه وذوقها. وانا بقى بدور وبحاول اجمع لكم اكبر كم من الستايلات والقطع اللي موجوده مؤخرا. كان في وقت كده ظهر فيها قطع منها بالجينز، ولكن مؤخرا بدأت تظهر بقى بأشكال تانية مختلفة وأحلى بالنسبة لي. يعني زمان مثلا الشنط الجينز ما كانتش ألطف حاجة، ولكن كان وقتها كانت حلوة. لكن دلوقتي بقى حقيقي في شوية ستايلات في الشنط تجنن. يعني بصوا دي كتكوتة وجيرلي أوي، ودي برضو، ودي كمان، ودي رهيبة رهيبة بجد. وكتير كتير كتير قوي بقى. حرفيا القماشة الجينز ما سابتش حاجة في حالها،
حتى الاكسسوار. يعني بصوا وانا بدور لقيت ايه صراحه، ده بشع ده واوفر قوي. الناس ما بتصدق حاجه تطلع موضه فيستهلكوها بقى. بصوا بجد يعني يدمروها، بيدمروا الحاجه لحد ما يخلونا نكرهها. خلينا نكمل بقى. من ضمن الحاجات الغريبه برضو هي النضارات بقت من الجينز دلوقتي. بصوا مش عارفه بصراحه مين المجنون اللي ممكن يلبس نضاره زي كده. انا عادي، انا بحب القطع المجنونه جدا ومميزه. يعني النضاره دي مثلا ممكن مع تنسيق حلو كده، حاساها قوي. عارفين شميز ابيض طويل وسليبر، لا خطيره، حسيتها حلوه قوي مش عارفه ليه. فزي ما قلت التنسيق هو اللي بيفرق. ممكن حاجه زي النضاره دي ممكن البسها عادي في اوتفيت كده مطرقع، لكن بصراحة حاجة زي الاكسسوارز اللي انا وريتها لكم دي لا 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 خالص. يعني جنان لسه معليش عندي للدرجة دي. انا كده تقريبا خلصت كل ما يخص صيحات الموضة تبع القماش الجينز. عاوزاكم بقى تقولوا لي هل انتم من محبين قماشة الجينز اصلا ولا لا، وايه القطع اللي ممكن تلبسوها من الحاجات الغريبة اللي أنا قلتها دي. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استمتعتم، وقولوا لي حابين الحلقة الجاية من السلسلة دي تكون عن إيه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. سلام عليكم.